القصة ديال اليوم ناس تبغيهم وقلبك مرتاح. بحال هاد الناس عندهم نعمة الإحساس اللي صعيب تلقاها، والمواقف ممكن تبان لك بسيطة ولكن كتخلي أثر كبير في القلب. واحد البنت صاحبتي فيما كتبغي شي حاجة مني ديما كتقول في الاخر ديال هضرتها واش تقدري عليها ولا لا، عارفة راكي ما مسالياش. كتحاول ديما قاع ما تحرجني الا فعلا ما قدرش نعاونها في داكشي اللي طلباتو مني. واحد السيد خدام معايا في نفس المكتب ديما كتلقايه في جنب اي واحد محتاج المساعدة بدون ما يبان عليه ولا يبين لشي حد اخر، وعمره ما خلاك تحس بالاحراج ولا طلع على ظهر شي حد، كيعاون بلا ما يحشمك. واحد البنت صاحبتي الا تعطلت عليها واخا تكون وصلت قبل مني بشحال وكتسناني، كتصل بيا وتقول اليوم الطريق عامرة بزاف، غادي نتسناك حتى توصلي على خاطرك بلا ما تزربي. وهاد صاحبتي نيت عارفة الماريو ديالي كله وحافظة قاع اللبس حيت كنتلاقاو بزاف، وحيت ما عنديش القدرة باش نشري الجديد ديما بحالها. واخا هكاك فيما كنتلاقى بيها كتفرحني بهضرة زوينة بحال الزين اليوم مزيز، جيتي غزالة، حوايجك زويونين. المهم كتفرحني باش قاع ما نحس بالنقص حداها. الناس اللي بحال هادو اللي يفرحوك وكيسهلوا علينا الدنيا بحلاوة كلامهم وأفعالهم أصلا هما ناس متصالحين مع راسهم ومع اللي كيعرفوهم، ناس قيمتهم غلا من كنوز الدنيا، حيت اللي بحالهم قلال في هاد الزمان اللي كتر فيه غير المصالح والنفاق. بحال هاد الناس عندهم نعمة الإحساس اللي صعيب تلقاها، والمواقف ممكن تبان لك بسيطة ولكن كتخلي أثر كبير في القلب. يا رب يكتر بحال هاد الناس في حياتنا ونكونوا حتى حنا بحالهم.